السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بسبب حكم مباراة الزمالك وبروكسي، ويسخر من فوز الزمالك ويهاجم مرتضى. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الزمالك بفضيحة تحكيمية على بروكسي، فقد صرح عمرو أديب بعد انتهاء هذه المباراة وقال: النهارده حصل كوارث تحكيمية في مباراة الزمالك وبروكسي، ويعيني لاعبة بروكسي والله اتلعبت بلاعب الزمالك النهارده، وكانوا بيقسموا كوره وبيعملوا هجمات مرتده زي اللي بيعملها ريال مدريد، بس الحكم ما عجبوش الوضع اللي بيحصل في الملعب، وهو حس ان المباراه رايحه في سكه بروكسي. قال لك لازم اشوف اي حاجه عشان الزمالك يفوز. النهارده بروكسي ليه ضربتين جزاء واضحين وضوح الشمس، وانا سمعت جمال الشريف وهو بيحلل الحالات التحكيميه قال لك في ضربتين جزاء وفي كمان طرد اللاعب الزمالك. هو ايه اللي حصل يا جماعه في التحكيم المصري عشان يوصل بنا الحال ان اصبح الزمالك بيفوز بكل ماتشاته بالحكام، وفي الاخر مرتضى وميدو وخالد الغندور يطلعوا يقولوا لك الزمالك بيخسر بالحكام والحكام هي اللي بتيجي علينا. تك وكسه، فضحتونا في كل حته. بس بقول برافو للاعيبه بروكس النهارده، كانت رجاله، وانا بقول لكم انتوا في وجهه نظر الملايين انتوا اللي فزتوا النهارده في المباراه ديت، وعلمتوا على لاعيبه الزمالك اللي بتاخد ملايين. انا اراهن ان كل مرتبات لاعب بروكسي ما تجيش نص شهر من اللي بياخدوا شيكابالا. والله انا بجد حزين لاول مره ان الزمالك فاز، وحزين قوي على لاعيبه بروكسي عشان النهارده تعرضوا لظلم مفيش حد شافه قبل كده. وفي النهايه عزيزي المشاهد، ما رايك في حكم مباراه الزمالك وبروكسي؟ شاركونا بارائكم في خانه التعليقات، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.